اسلم عليكم يعني شوي. تفطر عنا؟ يعني هيك على الخفيف بس. يلا لعيونك. تاخذوا الحساب يعني لا. لعيونك تعاونوا عليك. الله يبارك فيك يا رب. حماك الله حماك الله لهذا الدين. حقيقة فيديو أحمد الشرع أبو محمد الجولاني داخل مطعم شعبي. التفاصيل الكاملة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. مقاطع فيديو تظهر أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمد الجولاني قائد الإدارة الحالية في سوريا داخل أحد المطاعم الشعبية. رافقت هذا الفيديو مزاعم تشير إلى أن المشهد حديث ويعود إلى زيارة أجراها الجولاني في العاصمة السورية دمشق. الترويج للجولاني كالرئيس الجديد. الفيديو الذي نشر على نطاق واسع أرفقته حسابات مختلفة بعبارات دعائية مثل الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يفاجئ أصحاب مطعم بالدخول عليهم. في أحد المقاطع يسمع تعليق يقول لازم تاخد الحساب، شوف الناس دي مبسوطة منه كيف. إذن في محاولة لتقديم الجولاني كزعيم شعبي قريب من المواطنين يشاركهم حياتهم اليومية ويلبي احتياجاتهم. مزاعم عن زيارة حديثة لدمشق روجت بعض الحسابات للفيديو باعتباره يعكس زيارة حديثة أجراها الشرع إلى أحد المطاعم المتواضعة في دمشق. وفقا لهذه الروايات قيل إن الجولاني شارك زبائن المطعم وجبة الطعام، تحدث معهم حول قضاياهم اليومية، وزع عيديات للأطفال بمناسبة رأس السنة، وأبدى اهتماما كبيرا بشؤون المواطنين. تحقيق يكشف الحقيقة، لكن تحقيقا أجراه موقع CNN إن بالعربية كشف أن الفيديو قديم ولا يمت بصلة لزيارة حديثة أو للعاصمة دمشق. الفيديو يعود في الواقع إلى 2 أغسطس آب 2020 عندما قام أحمد الشرع بجولة إلى أحد المطاعم في مدينة إدلب بمناسبة عيد الأضحى. الحسابات التي نشرت الفيديو حينها أكدت أن الزيارة كانت ضمن برنامج للجولاني للتواصل مع سكان المناطق التي كانت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. بس ما بكفوا الشباب بس. احنا شغلتنا 3 شباب بس. وين الشباب؟ لعيونك معلم. من وين من الشام؟ والله من غوطة. غوطة. سابع ما شاء الله. حياك الله. يخليك تاج على راسك، خليك تدمي على امي دخيلك يا شيخ. على راسي يا شيخ. السلام عليكم يا شباب. على راسي يا شيخ. شلون؟ شو اسمك انت؟ محمد. من وين انت؟ سراقي. سراقي ما شاء الله. ترجع ان شاء الله سراقي. ما حلوه. نحن والشيخ والمع انت. والله حبينا هيك يعني ناخذ منك وقت صغير يعني. يعود تفضل تفضل. بدك تاكل معي؟ الله يجزيك خير، والله يخلص الصور عليك معلي. ان شاء الله. الله يجزيك قرب قرب نفسي والله. الله يجزيك خير. والله حبينا هيك نوجه نصيحه لله سبحانه وتعالى. ايه تمام. الدين النصيحه صح ولا لا؟ صحيح. ونوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا متقين. والحث على استمراريه الجهاد في سبيل الله. هلا بالشباب. طمنا عنك، الله بخير. الله يكرمك. الله يكرمك. طمنا عنك، الله بخير. السلام عليكم. هلا. إدلب معقل المعارضة المسلحة. في ذلك الوقت كانت إدلب تعتبر آخر معقل لفصائل المعارضة المسلحة في سوريا بقيادة هيئة تحرير الشام التي كان الجولاني زعيمها الأبرز. لاحقا في ديسمبر كانون الأول 2024 أطاحت هذه الفصائل بقيادة هيئة تحرير الشام بالنظام السوري، مما مهد الطريق للجولاني لتولي قيادة الإدارة الجديدة في البلاد. زيارة مثيرة للجدل، وحملة تلميع الزيارة التي أظهرتها اللقطات وقتها وصفت بأنها حملة ترويجية للجولاني تهدف إلى تقديمه كزعيم شعبي قادر على إدارة البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. وسائل الإعلام السورية المعارضة تناولت الزيارة باعتبارها خطوة دعائية تهدف إلى تعزيز صورته لدى المواطنين المحليين والدوليين، خصوصا في ظل التحديات السياسية والأمنية التي واجهتها سوريا في تلك الفترة. تطورات المرحلة الراهنة. رغم أن الفيديو قديم إلا أن تداوله الآن يعكس استمرار الجدل حول قيادة الجولاني والإدارة الحالية لسوريا. مع تزايد التكهنات حول المرحلة المقبلة ومستقبل البلاد، يبقى الجولاني في قلب الأحداث كزعيم يحمل رؤية جديدة لمستقبل سوريا، لكن تاريخه وأسلوبه في القيادة يثيران انقساما واسعا في الرأي العام. إلى هنا تنتهي تغطيتنا حول هذا الموضوع. ندعوكم للبقاء على اطلاع دائم عبر متابعة قناتنا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المستجدات والتحليلات.